السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو ما عندكيش عيش سوري هنعمله بديل للعيش السوري. ايه هو بديل العيش السوري يا جماعة؟ اللي هو الرقاق الطري بتاعنا، الرقاق الفلاحي الطري بتاعنا اهو زي ما انتوا شايفينه كده. لو عيالك حكمت رأيها وعايزاكي تعملي لهم عيش سوري ببطاطس او شاورما، هاتلهم لفة رقاق طري يعني نص كيلو، وبعد كده اعمله لهم عيش سوري بالظبط زي بتاع المحلات. تعالى اقول لكم هيتعمل ازاي. هناخد عندنا هنا كاتشب ومايونيز، هناخده معلقه كده من الكاتشب والمايونيز اهو، ماشي يا حبايبي، ونحط عليه البطاطس اهي زي ما انتوا شايفين كده، وحبة جبنة شيدر او موتزاريلا او جبنة رومي اللي عندي متاح دلوقتي. جبنة رومي ما نكلفوش نفسنا على الفاضي. وادي الساندوتش العيش السوري زي بتاع المحلات بالظبط، لا تكلفي نفسك ولا تتعبي نفسك. ونحطوه على النار. عندي طاسة هنا معمولة بالزيت اهي، مدهونة بزيت، واحطها كده على النار عشان تدينا الشكل النهائي للعيش السوري. تعال نعمله كمان واحد، ندهنه كده كاتشب والمايونيز اهوت، البطاطس اهوت، حبة الجبنة اهي، وتقومي تلفي ده كده ده كده، وتقومي تلفيه زي المحلات بالظبط. لا تكلفي نفسك ولا تتعبي نفسك، واشتغلي بالموجود عندك اهو. احنا هنا بنسيحوا الجبنة بس يا جماعة. اهو شوفوا اللون، شوفوا اللون اهو زي ما انتوا شايفين كده اهو. بصوا اللون، يبقى عيش سوري ده ولا مش عيش سوري؟ ده بديل العيش السوري. يلا قومي وشطري وتجدعني واعمليه لولادك بديل العيش السوري، بدل ما تحيري نفسك وبدل ما تتعبي نفسك. ده بديل العيش السوري. وبكده يا جماعة بديل العيش السوري بتاعنا خلص. شفتوا الجمال، شفتوا الروعة، ومش مكلف. وبصوا بصوا جميل ازاي، زي اللي احنا بنشتروه من بره ازاي. والقطمة بتاعته جميلة جدا، وطعمه لا يقاوم بجد، حاجة جميلة جدا. زي بديل العيش السوري، جميل جدا جدا. وتفضلوا معانا. ده كان غدانا النهارده. ما تنسونيش في اللايك والاشتراكات وتفعيلكم للجرس الجرس عشان يوصلكم اي جديد. مع السلامة.